God of War واحدة من أشهر وأحسن السلاسل عند بلاي ستيشن، بل قد تكون حاليا أفضل سلسلة عند سوني. من بداية السلسلة وهي ماشية بشكل معين ونظام لعب هاكن سلاش، ولكن عملوا تغيير كبير في اللعبة من ساعة الجزء الأسطوري بتاع 2018 اللي الناس بتقول على راجناروك إنه مجرد إضافة ليه، ولكنه بقى أفضل من حيث حاجات كتير. وفعلا ده مش مستوى إضافة، ده مستوى لعبة قوية، ومش هتحس بكده غير لما تلعب اللعبة بنفسك. ولكن مع المستوى القوي راجناروك، هل تستحق يتقال عليها من الأفضل في التاريخ؟ الجواب هو أيوة. القصة أحداثها بعد 3 سنين من الجزء اللي فات. أتريوس كبر، وكريتوس كمان كبر وبقى بيقاتل دلوقتي جنبا إلى جنب مع ابنه، في وقت كل الشخصيات في اللعبة عايزين يقتلوهم. والقصة مش هتاخد منك أكتر من 2 دقيقتين عشان تبدأ، وراجناروك بدايتها من أفضل البدايات في الألعاب. مش هتاخد وقت خالص عشان تعرف إنك داخل على قصة قوية، وأفضل مقدمة لعبة لعبتها السنة دي. فيها كل شيء محتاجه من مقدمة لعبة قوية: حوارات قوية، أكشن، جيم بلاي ممتع فشخ، قتالات ممتازة، بيئات من أفضل ما يكون، جرافيكس ممتاز وتوجه فني جميل، مشاهد بمستوى إخراج قوي. الإخراج في اللعبة دي ممتاز بشكل مش طبيعي، وبياخدك في مستوى تاني من الانغماس في عالم اللعبة والتعلق بالشخصية. انت طول الوقت في دار الشخصية، طول الوقت معاه، والإخراج ده بيدعمه أنيميشن وتمثيل من أفضل ما يكون. ولو هختار المفضلين عندي أكيد هيكونوا فريا، ميمير، ثور، وبلا شك الأسطورة كريتوس. تطور شخصيته ما بين السنين من الجزء الأول لحد دلوقتي شيء مبهر، وتطور يدرس، والأحداث بتكمل بمستوى قوي جدا. خصوصا آخر اللعبة هتبقى منغمس جدا في الأحداث ومش عايز تسيب اللعبة. تسلسل الأحداث ممتاز، والقصة فيها كل حاجة في القصة الطبيعية، مفيش ردات فعل مبالغ فيها، مفيش حاجة خارقة غير منطقية بتحصل. ولكن صراحة مش عارف فين المشكلة، بس شايف ان طريقة سرد القصة في الجزء اللي فات كانت افضل من راجناروك، لان بعيدا عن المقدمة الاسطورية والنهاية العظيمة، الحاجات اللي في النص بينهم تفاوت كبير. في جزئيات بتوقف القصة وبتاخد وقت على الفاضي، حتى لو فيها شيء مهم بيكون مط لحد ما توصل له. فكان بيسهل ملاحظة ان تسلسل القصة في اللعبة كان عامل زي الرولر كوستر. حتى الجزء اللي فات على الرغم من ان قصته ابسط وشخصياته اقل، ولكن السرد فيه كان افضل بكتير. بجد كل حوار في اللعبة دي ممتع ومتقن وهيشدك على الرغم من الكلام اللي قلته فوق. وبقى فيه تركيز اكتر على الشخصيات، اذا كان من تجسيد الابوة والمراهقة بين كريتوس واتريوس، ولا عن براك وسندري اللي اخدوا هنا دور اكبر من الجزء اللي فات وكانوا ممتازين، او عن تير واللي حصل له واثر عليه وعلى شخصيته، او فريا اللي كانت برضه ممتازة جدا جدا. والاهتمام بالشخصيات الجديدة والشخصيات دي، التطور اللي بيحصل خلال القصة ممتاز ومنطقي ومتلائم مع كل شخصية. وبحكم ان اللعبة مدتها اطول فهتقضي وقت اكتر معاهم، الشيء ده خلاك تتعلق بكل شخصية، تحس بيه وبمشاعره، تسمعهم بيتكلموا وانت ماشي في العالم، وحوار داير بينهم، حوار طبيعي مش حاجة محطوطة كشرح للاعب. بجد احداث قصة راجناروك قوية جدا وهتشدك من اول لحظة لحد اخر لحظة في اللعبة، بغض النظر عن اللي في النص اللي بيكون ما بينهم تفاوت، ولكن الاحداث قوية جدا. طيب خلينا ندخل في الحاجة اللي خلت أجزاء God of War القديمة ممتازة وخلتها سلسلة ناجحة، ألا وهي الجيم بلاي. اللعب واللي مبني بشكل كامل على الجزء اللي فات، مش بس من طريقة اللعب ولكن كمان حتى الأنيميشن، لكن مع تطويرات زيادة وسلاح جديد مش هقول اسمه أو أي حاجة عنه عشان الحرق. ولكن اللعب بشكل عام كان ممتع جدا، حتى مع تشابهه مع الجزء اللي فات، وإضافة خواص جديدة لأتريوس كشخصية مساعدة حسنت من اللعب. الكلام ده عن اللعبة بكريتوس، لكن لسه ما جابش سيرة اللعبة بأتريوس. أيوة بقى في لعبة مخصوص لأتريوس، اللي هو بصراحة مش فرق شاسع عن كريتوس، ولكنه بيضيف تنوع لطيف جدا للعب. وحتى بقى في تطويرات لأتريوس اللي كان زي كريتوس، اللعب بيه ممتع مع إضافة شخصيات مساعدة جديدة زي سندري وبروك. والشخصيات دي بتساعدك في اللعب لما بيكون في ضربة جاية من وراك بينبهوك. وعندك غضب سبارتا والصد والمراوغة الصح اللي بيدوك أفضلية في القتال، والفينيشرز والكومبوهات اللي بتعملها زي لما تضرب عدو وتطيره في الهواء وتكمل ضرب فيه زي المجنون. شعور أسطوري ومتعة لا يمل منها مهما اتكررت. ولو ان في شوية سلبيات في الجزء اللي فات زي الكاميرا اللي مش احسن حاجة ومش بتديك افضل رؤية لساحة القتال، كتير كنت بموت بسبب ان انا مش شايف الساحة بتاعة القتال كويس ومش عارف الضربة جاية لي منين بالظبط. ولكن تظل متعة الجيم بلاي طاغية. ولكن الفرق الكبير عن الجزء اللي فات هو تفاعلك مع البيئة. تفاعلك مع البيئة وقت القتال، زي انك تقدر تاخد حاجات وترميها على الاعداء،
أو سرعة التنقل والحركة في البيئة وقت القتال، بقيت تقدر تنزل على الأعداء من فوق بضربة قوية. بقى فيه استراتيجيات أكتر للعب، لأنك مش بس بتفكر في طريقة اللعب واستراتيجيته، لكنك كمان بتفكر في استراتيجية التنقل وقت القتال. تصميم بيئات القتال كانوا روعة بصراحة، وكان طفرة عن الجزء اللي فات، خصوصا تفاعلك مع البيئة ضاف لمسة جديدة للجيم بلاي. انما المناطق العادية وعالم اللعبة، فاللعبة ما زالت بعالم شبه مفتوح، ولكن الانفتاح بتاع العالم في الجزء ده كان اكتر بكتير من الجزء اللي فات. بقيت تقدر تعمل مهمات جانبية وتستكشف مناطق وكنوز اكتر. كمان لو عايز اللعبة تكون لعبة خطية بحتة تقدر تعمل كده، ولكن هتضحي بتطويرات مهمة. تصميم العالم، وانك في كل منطقة بتروح لها بتقدر تفتح فيها خسارات عشان ترجع لها تاني وتستكشفها بشكل اسهل، وقدرات اللي بتاخدها وانت بتلعب بتشجعك انك ترجع للمناطق القديمة تاني وتستكشفها اكتر. وبخصوص الرجوع، كان شعور حلو لما رجعت الاماكن من الجزء اللي فات وشفت التغييرات اللي حصلت فيها مع الوقت. العالم بيصير فضولك بشكل كبير عشان تستكشفه، وقضيت وقت محترم من مدة لعبي وانا بستكشف العالم، بدور على تطويرات وبلعب مهمات جانبية وبحل الغاز وبحارب بوسز جانبيين. كنت بلعب في العالم بمتعة بعيدا عن متعة المغامرة الأساسية بتاعة اللعبة، ولكن فيها الغاز زي الغاز الصناديق اللي بتحتاج تكسر لهم أحجار عشان تفتحهم. مش عارف بصراحة، بس أنا حسيتهم مملين ومفهمش أي حاجة غير إنك تقعد تدور على أحجار. وأنا ما عنديش مشكلة مع الألغاز اللي بتطلب منك إنك تدور على حاجة، ولكن في راجناروك تصميمها بدأ إلى أبعد الحدود، وتوزيع أماكن الأحجار عشوائي والألغاز الأساسية على الرغم من سهولتها، إلا إن الشخصيات المساعدة دايما بتساعدك تحلها. هو أي نعم في اختيار من الإعدادات إنك تبطئ المساعدة، بس ما تقدرش تلغيها. وللعلم إن كل السلبيات اللي قلت عليها موجودة في الجزء اللي فات، ولكن ده لا يغطي على متعة اللعب وكمية الحركات اللي تقدر تعملها في القتال، والحركات الخاصة اللي بتعملها لكل سلاح، والكومبوهات الذكية ما بين الأسلحة مع بعض، زي إنك لما تستخدم الأكس عشان تتلج عدو وبعدين تستخدم البليدز عشان تحرقه فيتدمج أكتر. كومبو جامد وبيشجعك تستخدم أكتر من سلاح في وقت القتال. عالم اللعبة ضخم جدا، انت بتزور الناين ريلمز كلهم، وكل عالم بيتميز بشخصياته وبمهماته وبالحاجات اللي هتلاقيها فيه بشكله، زي التلج وتأثير المشي فيه الأسطوري في ميدجارد، والأجواء الصحراوية بتاعت سفارتلهايم. ادت للعوالم دي روح، كل عالم بتروحه بيكون مختلف، مش بيكون مجرد شكل، وبقى فيه تنوع أكتر للأعداء في العوالم بشكل ممتاز. وفيها الغاز في المراحل ما كانتش بأفضل مستوى الغاز، ولكنها كانت بتدي تنوع لطيف بين اللعب. التنقل في العالم ده ممتاز، الفاست ترافل بيبقى من أماكن معينة، ولكن مش هيفصلك من اللعبة لأن مفيش لودينج سكرينز. في أوقات المشي بيبقى فيه حوارات حلوة بين الشخصيات ومستحيل تحس بملل. الشخصيات طول الوقت بتتكلم، طول الوقت الحوار بينهم حلو. وفي أوقات كتير بيبقى فيه كوميديا في الحوار، بحب ميمير لما بيقعد يتفلسف، وحبيت بروك لما بيقعد يقول ألغاز. وبشكل عام الشخصيات كلها الحوار معاهم كان حلو جدا. فريا وأتريوس سيندري كلهم كانوا ممتازين، ولكن اللي حصل فيهم تغيير كبير عن الجزء اللي فات وبقى للأفضل، وبقى فيه تنوع كتير بينهم. هما البوسز، ما بقاش فيه ميني بوسز يكونوا بوسز أساسيين، لأ لما بتحارب بوس بيكون مختلف ومميز عن اللي قبله، وقتاله بيكون ممتع جدا. والتنوع في أفكار الزعماء والاختلاف بينهم، مش عايز أخوض في التفاصيل عشان الحرق، ولكن البوسز هنا بقوا أفضل بكتير جدا من الجزء اللي فات، بيخلوك على أعصابك وبيختبروا مهاراتك، سواء بوسز أساسيين في القصة واللي كانوا أكتر من ممتازين أو بوسز جانبيين كانوا في منتهى الإبداع والإتقان. جودة الصوتيات في اللعبة هنا ممتازة، ما بين الساوند تراك وأصوات العالم والمؤثرات الصوتية البسيطة ادت للعبة روح وعززت من تجربة انغماسي في اللعبة بشكل كبير. وبالنسبة للجرافيكس فهو كان بشكل عام قوي، مش طفرة كبيرة عن الجزء اللي فات على قد ما هو تحسينات على كل شيء في الجزء اللي فات. بشكل عام God of War Ragnarok عملت كل ما هو مطلوب منها، قدمت لي لعبة ممتاز وممتع ومتنوع، وقدمت لي عالم ضخم مش مكرر ومليان حاجات استكشفها وأماكن أزورها، وقدمت قصة ممتازة وانغمس فيها، وقدمت مشاهد بحوار وإخراج ممتاز، وقدمت برضو عيوب زي إن مش كل الألغاز بالمستوى المطلوب وعدم اتزان مستوى سرد القصة. ولكن بغض النظر عن العيوب دي اللي تعتبر ولا حاجة بالمقارنة مع المميزات، فما اقدرش اقول على God of War Ragnarok غير انها من الافضل في التاريخ.